السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنحيي جميع المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد اللي كنتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش أنكم تتابعوا قناة دبلوماسية الموازية مع إكان باش يوصلكم إن شاء الله كل جديد، وما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الجرس. اللقاء ديال اليوم إن شاء الله غادي نخصوه لواحد الأزمة اللي وقعت مؤخرا ما بين فرنسا والجزائر وتونس، وكيتعلق الأمر بسبب هاد الأزمة، وهي واحد المعارضة جزائرية فرنسية عندها جنسيتان، جنسية جزائرية وجنسية فرنسية. هاد المعارضة اللي كانت كتعارض النظام السابق ديال بوتفليقة وكذلك كتعارض النظام ديال تبون. خواني، التفاصيل ديال هاد الواقع وديال هاد الأزمة اللي واقعة ما بين ثلاثة ديال الدول، اللي هي دول كتبان لنا أنها دول متحالفة يعني في جميع الآراء ديالها ضد المملكة المغربية، ولكن العكس هو القائم يعني هذه اللحظة. خواني، الفصول ديال هاد الأزمة كما قلت أنها كتعلق بأميرة بوراوي، هذه المناضلة الجزائرية المعارضة للنظامين السابق والحالي، اللي حاولت أنها تهرب من جحيم النظام العسكري الجزائري الجائر اللي كيتربص بجميع المعارضين ويدخلهم للسجون والمعتقلات الجزائرية. تبعوا معايا مزيان هذا المحتوى باش تفهموا هذه القضية مزيان، اللي سبات مشكل وأزمة كبيرة ما بين الجزائر وتونس وفرنسا، وغادي تشوفوا الحجم الحقيقي ديال الجزائر مع الشركاء ديالها اللي كتعتبرهم شركاء وحلفاء قريبين للنظام الجزائري، اللي كيوحدهم شيء واحد وهو مضايقة المملكة المغربية ومصالحها العليا، كذلك الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة. إخواني، غادي تلاحظوا مؤخرا أن النظام الجزائري كيعطي الملايين ديال الأوروات للنظام التونسي من أجل إسكات صوت المعارضين، وكذلك اعتقال أي معارض جزائري داخل التراب التونسي وتسليمه للسلطات الجزائرية. فمن بعد الصفعة المؤلمة والخيانة القاسية من طرف تونس للجزائر، جاءت الخيانة وجاءت الصفعة الثانية من فرنسا، الحليف المتميز للنظام الجزائري، بحيث أن النظام الفرنسي ضغط على النظام التونسي على قيس سعيد من أجل تسهيل ظروف السفر وإطلاق سراح المعارضة والناشطة الطبيبة أميرة بوراوي، كما جاء في جريدة لوموند الفرنسية. خوتي المغاربة، داخل هذا المحتوى غادي ان شاء الله ندير واحد التسجيل صوتي لأميرة بوراوي كتحكي فيه جميع الظروف ديال الهروب ديالها، ابتداء من الهروب مرورا بالحدود المشتركة بين الجزائر وتونس، وكذلك مرورا بالأراضي التونسية إلى الوصول ديالها إلى فرنسا، وكذلك مرورها أمام القضية بالمحكمة وظروف محاولة الخطف ديالها. وهذا كيتساءل الشعب المغربي وكذلك الشعب الجزائري الشقيق على الندية اللي كيقول الرئيس تبون اللي راه كيتعامل بها مع الشركاء ديالو سواء فرنسيين أو غيرهم، واللي كيبان لنا بكل بساطة وهو الخنوع والانبطاح والمذلة من النظام الجزائري أمام النظام الفرنسي، رغم أن النظام الجزائري كيحاول أنه يقلد يعني التعامل ديال المملكة المغربية الشامخة مع الشركاء ديالها، إلا دائما كيبهدل في راسو وكيبهدل بالشعب الجزائري، كيبهدل بالجزائر. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملابسات كيف دخلت تونس وكيف وصلت إلى فرنسا، لو ربما قبل أن نأتي إلى ما كتبته كتب الجزائر الجزائرية الآن عنك، يعني هل ممكن تعطينا صورة كيف كانت كل ملابسات هذه القضية؟ مساء الخير. أخي، أنا ما فهمتش، عوضا نتساءل لماذا النشطاء
يغادرون الجزائر بطريقة أو أخرى اليوم. عوضا أن نتساءل لماذا منع إنسان من السفر لمدة سنوات، عوضا نتساءل لماذا هذه المواطنة عندها ضدة متابعات قضائية ما عندها حتى معنى. عوضا نتساءل لماذا لا نترك تسافر تروح تشوف وليدها. عوضا نتساءل كون هذه الإنسانة هذه كانت حرة وتقدر تسافر دير واش دارته هذا الشيء كاع. ثم أصبحت أميرة بوراوي خائنة وتعمل عميلة فرنسا. أميرة بوراوي لما كانت تناضل ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت السلطات الفرنسية تساند عبد العزيز بوتفليقة، ولا نساو كلش. طب لماذا في رأيك حدث كل ما يحدث الآن، هذا الاستنفار حول أميرة بوراوي؟ لست أدري لماذا يوجد الكثير من الجزائريين المواطنين اللي يفروا من الجزائر بحرا كل يوم. لماذا فرار أميرة بوراوي يزعج إلى هذا الحد أناس اللي عوضا يستكلفوا بالشعب نتاعنا راهم يجريهم وراء أميرة بوراوي؟ لم أفهم. طيب. ويخرجوا الدعايات أن المخابرات الفرنسية جعلت لا، فرنسا لم ترد أن تتدخل حتى تم اختطافي. طيب كيف تم اختطافك؟ اختطافي 3 أيام وأنا محجوزة، ثم أنا كنت قابلة أن العدالة التونسية، لأني أؤمن بالعدالة التونسية أكثر من ما أؤمن بالعدالة الجزائرية، وعديت عند القاضية والقاضية أطلقت سراحي وقالت لي تعاودي تولي يوم 23 فبراير وأعطتني الجواز سفر. أطلق سراحي أمام المحامي التونسي. خرجت من التريبيونال تم اختطافي. طيب ماذا قيل لك عندما تم اختطافك في هذه الفترة؟ عندما تم اختطافي غلقوا عليا وكنت نقول لهم علاش القاضية التونسية أطلقت سراحي؟ لماذا تختطفونني؟ هل أنتم ضد العدالة التونسية؟ كل مرة يقول لك اسكت وأجلس اسكت وأجلس. وهنا كي جاء المحامي إلى المكان الذي تم اختطافي فيه وهو لا ديريكسيون جينيرال تاع لا بوليس دي فرونتيير، شرطة الحدود، قالوا له ما راهيش هنا. حتى نشافني عبر النافذة ومن بعد قلت له المحامي لقد تم اختطافي، وأنا ما كنتش حابة إلى الدقيقة الأخيرة أن كل هذا الشيء يخرج في الإعلام. دكتورة أميرة، أنت تم اعتقالك وأنت تركبين الطائرة أم ماذا يعني؟ أنا وصلت إلى تونس، ثم اشتريت تذكرة باش نروح من تونس إلى باريس، لأني ممنوعة من مغادرة التراب الوطني في الجزائر منذ سنة. التراب الوطني إلا 3 أشهر مجدد مرة واحدة فقط، وأنا ممنوعة منذ سنوات. أنا مناضلة وناضلت دائما من أجل الحريات الآخرين وحريتي أيضا أنني أستطيع السفر. طيب الآن السلطات طبعا هناك في تونس أخذت التذكرة، حبسوني في المطار وتم احتجازي. طيب الآن طبعا تفضل. ألو، تفضلي نسمعوك. يوجد بين تونس والجزائر اتفاقيات أنه المناضلين، الجزائر تمد بعض الملايين من الأوروات لتونس وتونس تمد المناضلين للجزائر فقط. هذه هي الحكاية. ولكن هنا الرئيس التونسي سمح لي بالسفر وفقط. الرئيس التونسي هو الذي سمح لك بالسفر يعني؟ طبعا كانت معلومة أنه
أقيل وزير الخارجية يعني لما تم اختطافي وخرج الخبر في الإعلام، لم يستطع هنا لم تستطع القنصلية الفرنسية أن تترك مواطن بحوزته جواز سفر فرنسي يختطف، لأن فرنسا تحامي على مواطنيها، ماشي كيما الجزائر تخليهم يفروا. طيب الآن ولكن هروبا من الجحيم. ولكن في الجزائر اتهامات لفرنسا بتهريبك، ما ردك عليه؟ كيفاش؟ في الجزائر اتهامات في الإعلام ووسائل الإعلام وسيناريوهات أنه مخابرات فرنسية وغيرها هم الذين هربوا أميرة بورا. أبدا ابدا، حتى واحد ما كان على باله بمغادره التراب الجزائري الى التراب التونسي، والقنصليه الفرنسيه لم تتدخل حتى تم الاختطاف. لأن الدولة الفرنسية تحترم جواز السفر الفرنسي. وأنت بالنسبة لحصولك على الجنسية الفرنسية، هناك طبعا أثير جدل حول هذا الموضوع. أنت كنت قبل سنوات أشرت أنك عندك الجنسية الفرنسية وأنك في المقابل تفضلين البقاء في الجزائر. هذا ليس سر، نعم هذا ليس سر. أنا عندي الجنسية الفرنسية منذ تقريبا 20 سنة، وقعدت في الجزائر لأنني أردت النضال من أجل الجزائر. بس حضرك أخي، الموس وصل للعدم. كيف الموس وصل للعدم؟ الموس وصل للعدم لما كل المناضلين يرميوهم في السجن. الموس وصل للعدم لأنه منذ 5 سنوات وأنا طبيبة لم يسمح لي أن أعمل. الموس وصل للعدم لأن كل يوم التعسف على شخصي. الموس وصل للعدم لأنه أرادوا أن أموت ببطء وأنا رفضت ذلك. طيب هناك تساؤلات، طبعا أعرف أن نقدر الظرف، وكنت سألتك سؤال الأول. طبعا هناك من سيناريوهات كما قلت في الجزائر. أنت أشرتي لأنك مريتي عن طريق أم طبول بشكل عادي، كنا نسمع فيك مع TV5. ليس بشكل عادي، مررت عبر الحدود بطريقة غير شرعية. واخترت هذا طبعا هروبا لأنك كنت تقولين ابنك 3 سنوات. لأن سيدي أنا كنت أعمل في إذاعة شمعت، ومديرها الآن في السجن، وفهمنا أنه أصبحنا كلنا نقدر نروح للسجن. وأنا دخلت للسجن في 2020 ولا أريد أن أذهب إلى السجن من أجل آرائي مرة أخرى. ولكن ما رأيك اليوم لابياس وكالة الأنباء الجزائرية تقول عنك ليست صحفية لا مناضلة ولا تحمل أي صفة، يتم إجلاؤها إلى فرنسا وفي ظرف 48 ساعة يتم استقبالها وتمكينها من التحدث في بلاطوهات قنوات تلفزيونية عمومية، وهذا دليل على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة لخبرجيتها وبات هدفها واضحا. هذا ما تكتبه اليوم لابياس. إذا كيفاش علاش راهم يبهدلوا بالجزائر كيما هك؟ علاش راهم يبهدلوا بالجزائر كيما هك؟ على جال مناضلة فرت داروها حدث تاع دولة، وفي مهدة تزعجهم بوراوي إلى هذا الحد. أنا أتساءل باش السلطات تعيط للسفير الجزائر. أنا ليست لي أي ملكية في فرنسا، عكسهم هم يوجد وزراء عندهم الجنسية الفرنسية. إذا ما هو المشكل؟ أبدا المخابرات الفرنسية لم تخرجني من الجزائر، وفرنسا حتى هي تدخلت حتى نوصل لموصل العدم لأنه اختطفت. طيب الآن كيف ترين يعني أي آفاق لقضيتك أميرة بوراوي؟ الآن طبعا وكالة الأنباء الجزائرية تتحدث عن قطيعة بين البلدين بسبب هذه القضية. أنت كنت كتبت في فيسبوك أنك اضطررت يعني مجبرة لأن تذهبين إلى فرنسا بهذه الطريقة، وأنك ستعودين للجزائر لو أتيحت لك الفرصة. طبعا الجزائر بلادي، وأنا في كل العالم نحس روحي في بلادي ما عدا تحت الدكتاتوريات. هل تريدين إضافة شيء في الأخير أميرة بوراوي؟
أريد فقط أن تحبس هذه الإشاعات أنني استقبلت في فرنسا من طرف كولونيل. يخموا كما العقلية تاعهم هما. أنا وصلت إلى فرنسا، خديت تاكسي ورحت الفندق وفقط، ولم يساعدني أحد. بالمناسبة على ذكر الكولونيل، هناك من تساءل، من علق قال أنه تبدو مفارقة أن أميرة بوراوي ابنة كولونيل واحد من أشهر أطباء الجزائر، كان مدير مستشفى عين النهج العسكري. الكولونيل الوحيد الذي أعرفه هو أبي. يعني ما رأيك من قال أنه تبدو مفارقة في الجزائر أن تنتهي ابنة كولونيل طبيبة ولدت في الجزائر في هكذا قضية؟ ما رأيك؟ رأيي أن لكل واحد غذاؤه، وأنا غذائي الحرية. شكرا جزيلا لك دكتورة أميرة بوراوي، كنت معنا من فرنسا.